مقتطفات لشيخنا الداعية وهبان المودعي. أيها المسلم الكريم، احذر أن تتسبب في دعوة مظلوم عليك، احذر أن تتسبب في دعوة مكلوم ظلمته في نفسه أو في عرضه أو في ولده أو في ماله. احذر أن يرفع كف الضراعة إلى الله، احذر أن يرسل دموع الحزن والكآبة إلى الله، احذر أن يرفع أمرك إلى جبار السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دعوة المظلوم: إنها تصعد إلى الله كأنها الشرر لقوة أمرها ولعظيم أمرها، تصعد إلى الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول وهو يخبر عن دعوة المظلوم إذا صعدت إلى الله، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اسمعها أيها المسلم، اسمعها أيها الرجل: وعزتي وجلالي. يقسم الرحمن بعزته، يقسم الرحمن بجلالته، يقسم الرحمن بعظمته أنه سينصر دعوة المظلوم ولو بعد حين. ليس معنى أنه عاجز الآن عن أن ينصرها الله، وإنما سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصر المظلوم نصره في وقت يظن فيه الظالم أنه أحوج ما يكون إلى نصرة غيره، فيتخلى الله عنه ويصيبه الرحمن على غره، والسبب في ذلك دعوة مظلوم.